السلام عليكم أحلى ناس وأحلى متابعين أهم تفريزات شتاء 2025 لرمضان 26، يعني هتفرزيهم في 2026 25 وهتاكلي منهم في رمضان 26. بجد بجد أقوى تفريزات على اليوتيوب. في الفيديو ده هقولك على أسرار هتخلي الحاجة معاكي لو قعدت سنة كده مش هيجرالها حاجة. يلا، فرزت رمضان ولا لسه؟ هنفرز مع بعض تفريزات كتير في الفيديو ده. هنفرز القلقاس بأفضل طريقة، بجد هتعجبك قوي قوي. أنا هنا بفرز القلقاس أهو، ما شاء الله. طبعا الفيديو هنتكلم فيه في كل حاجة وهقولك على أفكار حلوة وبدائل جميلة جدا هتعجبك. بس تابع الفيديو يا قمر، واللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان قناتنا تكبر بيكو. والنهاردة سلسلة تفريزات رمضان وتفريزات الشتاء الجميلة. الشتاء بيبقى بقى مليان خضار، في قلقاس وفي فاصوليا، وهنفرز كمان البطاطس وهنفرز كمان القرنبيط. بجد الفيديو حلو جدا وهيعجبكم قوي قوي. بس ما تنسوش يا امارات تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وكمان لو انت امرأة عاملة هتطلعي من الفريزر على طول وتطبخي احلى الاكلات بدل ما تقفي كتير في المطبخ. هتتعبي هو يوم واحد وبس كده، وبعد كده هترتاحي. وتعالوا كمان نفرز البطاطس. برضو فرزت البطاطس بدون قلي في الزيت، طريقتها سهلة جدا جدا. يعني الفيديو فيه تفريزات حلوة جدا لكل ست بيت بتدور على تفريزات. الفيديو ده ليكي يا قمر، اوعي تسيب الفيديو وتمشي ابدا. لايك من ايديك الحلوة لو لسه ناسية اللايك، لان بجد بجد دي سلسلة من اكبر الفيديوهات واللي موجودة فيها التفريزات. وكمان هنفرز القرنبيط بدون ما نسلقه على النار، لا لا لا، هنفرزه زي ما هو بتركات سهلة جدا. يلا يا قمر، لايك لو ناسية اللايك. مبدئيا عشان تفرزي القرنبيط هنبتدي بقى الفيديو بتاعنا بأول تفريزة وهو القرنبيط. هنجيب القرنبيط بالمنظر ده ما شاء الله، يكون اللي لونها أبيض وتكون مكبوسة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هي دي اللي تنفع للتفريز. تمام. وهتبتدي بقى ان انتي تشيلي الراس بتاعتها بالطريقة دي. طبعا هتقولي لي احنا لسه هنشيل الراس، في برضو ايه عرايس كده جداد مش بيعرفوا يشيلوا الراس بتاعة القرنبيط. فهنا انا بوريكي طريقة سهلة جدا، بتضغطي عليها بالسكينة بالطريقة دي كده هتخرج معاكي كل حاجة. تمام. بعد كده بتعمليها زي دايرة كده، هتخرج معاكي الراس كده اهو لوحدها. وبكده بقى معانا القرنبيطة ما شاء الله. الشتا بقى وجمال الشتا، ولو جه عليكي بقى رمضان وحابة تعملي أكلة شعبية كده، هتطلعي القرنبيط بقى من الفريزر وتعملي بجد جميل جدا ما شاء الله. هتبتدي ان انت تقطعي كل وردية قرنبيط لوحدها. تمام. بالسكينة كده هتبتدي ان انت تاخدي كل وردية قرنبيط اهي، كل وردة كده ماسكة في بعضها تقطعيها لوحدها. ما شاء الله حجم القرنبيطة ده معايا كبير جدا، لاني انا جايباها ب15 جنيه. اي قرنبيطة ب15 جنيه، فالصغيرة زي الكبير، فانا جبت بقى واحدة كبيرة عشان خاطر افرزها تعمل معايا كمية حلوة. تمام كده. قلت هجيب الصغيرة هقضي بيها أكلة واحدة، لأ، جبت الكبيرة أحسن عشان تعمل معايا كمية كبيرة وكلهم نفس السعر يعني. تمام كده. بعد بقى ما قطعتهم كده كل وردية لوحدها، طبعا القرنبيط مش بيتغسل عشان تفرزيه، اوعي تغسليه أبدا. هتجيبي فوطة مطبخ نضيفة كده وتحاولي تنشفيهم لو فيهم أي نقطة مية تنشف، لأن لازم ما يبقاش فيه مية تماما. تمام. وما بيتغسلش، بأكد مرة تانية، انتي بس بتمسحيه كده بالفوطة، لو في بس طربة اي حاجة بتخرج معاكي في قلب الفوطة معاكي. تمام. والخطوة دي مهمة جدا، لازم تشيلي الجزء الرقيق اللي هي الشريطة الرقيقة خالص دي، عشان دي اللي بتخلي القرنبيط معانا ما يجلدش وهو في الفريزر. تمام. فالخطوة دي مهمة جدا، بتشيلي الجزء ده كده خالص عشان القرنبيط لما تيجي تطلعيه يبقى فريش معاكي، كأنك جايباه طازة مش كأنك مفرزاه. فالحتت دي هي اللي بتجلد معانا، فلازم تشيليها خالص. هي هتلاقيها كده بتتشال بكل سهولة بالسكينة، هتلاقيها طبقة صغيرة جدا. هتشيليها هتشال معاكي تماما اهو.
طبقة صغيرة جدًا رفيعة جدًا، جدًا، قشرة كده. بعد بقى ما تشيلي كل القشر بالمنظر اللي أنتِ شايفاه ده، وبكده بقى القرنبيط جاهز معانا خلاص. هنا آخر واحدة بس كانت فاضلة معانا، جاهز معانا بقى على التفريز هنفرّزه، وهنشيل بقى كل القشور اللي إحنا طلعناها دي. وعندِك هنا طريقة حلوة لو أنتِ حابة تفرّزيه في أكياس من أكياس التخزين دي، هتضيفي كده كل واحدتين 3 كده حسب ما الكيس ياخد معاكِ في قلب الكيس وتقفلي عليهم. الطريقة دي برضه حلوة، تفرّغي كل الهوا اللي داخل الكيس وتقفلي الكيس. وعندِك طريقة تانية إنِّك ممكن تجيبي الأطباق الفويل دي بتاعة التخزين دي وترصي كده وردات القرنبيط جنب بعضها في قلب الأطباق الفويل دي، وتحضّري الأكياس الستريتش. عارفة الأكياس الستريتش اللي هي بتتباع دي عند الناس بتاعة مستلزمات البلاستيكات والحاجات دي اللي بيبيعوا الأطباق الفويل، وبرضه عند نفس الراجل اللي بيبيع الأطباق الفويل هتلاقي عنده اللي هو الأكياس الستريتش دي، وتعمليها أطباق بالشكل ده. هتشيليها في الفريزر تقعد معاكِ سنة مش هيجرى لها حاجة، هتطلّعيها بس من التجميد على مَيّة تكون بتغلي. وطبعًا هنا هتسلقيها، طبعًا الفريزر خلاص بيكون سوّاها شوية، فأنتِ لمّا تيجي تسلقيها على النار هتتسلق معاكِ حاجة بسيطة خالص كده، وتطلّعيها على طول وتشتغلي فيها كإنِّك لسه جايباها فريش. تعالوا بقى على تاني تفريز معانا وهي البطاطس المحمّرة، والبطاطس دي طالع منها البطاطس الصوابع المحمّرة، طالع فيديوهات كتير، كتير بيحمّروها نُص آلية. لأ أنا النهارده هاعملها لِك بطريقة سهلة وبسيطة وما يفرقش معايا سعر البطاطس. يعني لو أنتِ جايباهم حتى الكيلو ب5 جنيه، صغيّرة، كبيرة، هتقولي لأ هاتي بطاطس بتاعة تحمير، لأ، أي بطاطس خلقها ربنا في الدنيا، تمام كده؟ أي بطاطس موجودة في السوق هتجيبيها وتقشّريها، تمام، وتضيفيها في شوية مَيّة، تمام كده. لازم تكوني محضّرة معاكِ مَيّة، يُفضّل إنِّك تقشّري بالمقشرة لإن المقشرة بتقشّرهم معانا بكل سهولة، تمام كده. هي البطاطس دي بس كانت مركونة عندي فترة بقى لها أسبوع، كنت جايباها عشان أفرّزها وبعدين نسيتها تمامًا، فكانت طرية شوية معايا بس مش مشكلة عادي. بعد بقى ما قطّعتهم بالمنظر ده، هنا البطاطس بتاعة التفريز لازم وأنتِ بتقطّعيها، تقطّعيها بقطع سميكة شوية، تكون تخينة. ليه؟ عشان تستحمل الحاجات اللي إحنا هنعملها فيها قبل التفريز. مش زي البطاطس اللي أنتِ هتحمّريها على طول تعمليها صوابع رفيّعة، لأ، أنتِ هنا بتتخّني الصباع شوية بالطريقة اللي إحنا شايفينها دي، تمام. وطبعًا أنا مقشّراهم وضايفاهم في شوية مَيّة عادية جدًا، تمام، عشان طبعًا البطاطس ما تحمرش مننا. كلنا عارفين إن البطاطس بتحمر لازم وأنتِ بتقشّريها تضيفيهم في مَيّة. وهنا باورّيكم إن أنا باقطّعها قطع تخينة شوية أو سميكة شوية مش رفيّعة، عشان تستحمل معانا التسوية اللي إحنا هنعملها فيها نُص سِوَى قبل ما نفرّزها، تمام كده. بعد بقى ما تعملي البطاطس بالمنظر اللي أنتِ شايفاه ده، وبفضل الله دي أنجح طريقة لتفريز البطاطس وكمان اقتصادية، تمام كده. هنكون محضّرين على النار مَيّة بتغلي، وأول ما المَيّة تغلي كده هنضيف فيها شوية ملح، وهنضيف حوالي ربع كوباية من الخل، لإني أنا استخدمت 6 كيلو من البطاطس، تمام كده. ودي حلة كبيرة عشان تاخد معايا الكمية كلها. بعد كده هابتدي إن أنا أضيف البطاطس بعد ما ضفت شوية الخل وشوية الملح، هاضيف البطاطس في قلب المَيّة كده وهي بتغلي، تمام. لو كمية البطاطس اللي معاكِ كبيرة جدًا ممكن تضيفيهم ورا بعض، مش شرط تضيفيهم دفعة واحدة زي ما أنا هاضيفهم كده، لإن أنا استخدمت حلة واسعة. ضفت كمية البطاطس هاسيبها بقى، مش شرط إن أنا أسيبها لغاية ما المَيّة ما تغلي مرة كمان فيها، لأ، أنتِ هنا هتفضلي تقلبيها كده من حين لآخر، هي مش هتاخد معانا 7 دقايق على النار، يا دوبك المَيّة كده تتصدم فيها وتاخدي البطاطساية كده تضغطي عليها البطاطساية تروح وتيجي معاكِ، يبقى لسه، تمام. لازم البطاطساية تتكسر معاكِ، هتسيبيها حوالي دقيقتين 3 كمان، وبعد كده تيجي تاخدي بطاطساية برضه تجربيها وتشوفي البطاطس لو اتكسرت معاكِ يبقى كده مضبوط، تمام. هناخد بطاطساية بس تاني عشان البطاطساية دي طارت، البطاطس اتكسرت معايا خلاص كده هاطفي عليها النار حتى لو ما خدتش غلوة، شايفين لو لاحظتوا هتلاقيها لسه ما غليتش.
فأنا برضو هطفي عليها النار خلاص كده لأنها اتكسرت معايا. وتعالوا نكون محضرين مية ساقعة متلجة يكون فيها تلج بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، مكعبات تلج. وناخد البطاطس بتاعتنا على طول من المية اللي كانت بتغلي على النار ونضيفها في المية اللي فيها تلج دي على طول. شايفين مباشرة لازم تصدميها عشان انت كده بتوقفي التسوية بتاعتها. تمام كده. والمية يكون فيها مكعبات تلج زي ما احنا شايفين بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وهنسيبها في المية المتلجة دي حوالي كده 5 دقايق مش اكتر من كده لغاية بس ما نتأكد ان هي بقت ساقعة تماما. تمام كده. بعد كده هنبتدي ان احنا نصفيها على طول هنا في المصفى. نصفيها بقى من المية المتلجة الساقعة جدا من المصفى في قلب المصفى بالطريقة دي كده. وبعد ما تتصفى هتكوني بقى محضرة معانا اللي هي الفوط بتاعة المطبخ. تمام. عشان خاطر تنشفي البطاطس تنشيفة كده جامدة. اهم حاجة البطاطس ما يبقاش فيها نقطة مية. هتجيبي فوطة وتفرديها. تمام. وبعدين هتجيبي طبقة كده من البطاطس تضيفيها فوق الفوطة وتبتدي ان انتي تنشفي البطاطس من المية. وما تخليش بطاطاية فوق اختها، لازم البطاطس تكون مفرودة كده عشان ننشفها تماما من المية. تتأكد ان هي نشفت من المية. تمام كده. وتغطيها بطبقة فوطة تانية وتضيفي رصة بطاطس تانية وهكذا لغاية ما تخلصي كمية البطاطس اللي معاكي كلها. تحطي طبقة من الفوطة وطبقة بطاطس وتغطي عليها بالطريقة دي تنشفيها. تأكدي ان هي ما فيهاش مية لغاية ما تخلصي الكمية اللي معاكي كلها. هنا استخدمت فوطة كمان. وهنا البطاطس بعد ما نشفت معانا بالطريقة دي ما بقاش فيها مية تماما. بصي منشفاها بالفوطة تماما. هكون محضرة صينية وعليها كيس وهاخد طبقة بطاطس اللي هي نشفت معانا ما فيهاش اي مية واضيفها في قلب الصينية وهضيف عليها معلقتين كبار كده من الزيت. تمام كده. وهديها تقليبة كويسة بحيث ان الزيت كده يدخل في البطاطس كلها. معلقتين الزيت يتغلغلوا كده او يغلفوا البطاطاية معايا. تمام. لغاية ما اتأكد ان البطاطس اتغلفت معايا بالزيت بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هفردها بقى كده في الصينية عشان ما تبقاش بطاطاية لازقة في اختها. لازم كل بطاطاية تبقى منفردة لوحدها. تمام. وهنبتدي برضو نفس الخطوة اللي احنا عملناها هنعملها تاني. هتجيبي كيس وتضيفيه برضو فوق البطاطس عشان بس ما تاخديش مكان كبير اهو. وهتجيبي برضو طبقة بطاطس تضيفيها في قلب الكيس بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. تمام كده. وعليهم برضو معلقتين الزيت زي ما عملنا في المرة الأولانية. تمام. طبقة بطاطس ومعلقتين زيت وعليهم كيس وفوق الكيس طبقة بطاطس وهكذا. تعمليها ادوار على بعضها عشان ما تاخديش كذا صينية. والبطاطس تفرديها كده عشان ما تبقاش بطاطاية فوق اختها بالطريقة اللي انت شايفاها دي. امشي على الخطوات مظبوطة عشان تاخدي نتيجة كويسة بفضل الله. افضل تفريزات في الفيديو ده وانجح طرق وكمان طريقتهم اقتصادية جدا فوق ما تتخيلوا. هنكمل بقى باقي كمية البطاطس بالطريقة دي. بعد بقى ما حضرت البطاطس كلها طبقات على بعضها اهو. كل طبقة فيها معلقتين زيت ومفروضة كده مفيش بطاطاية فوق اختها. هنشيلهم في الفريزر لمدة 3 ساعات كده او 4 لغاية ما يبقوا متجمدين معايا بالمنظر ده. تمام. بعد بقى ما تجمدوا عندك هنا خيارين ما بين انك تضيفيهم كلهم دفعة واحدة في كيس واحد ولما تيجي تحمريهم تطلعيهم مجمدين من الفريزر وتاخدي حبة تحمريهم وترجعي الكيس تاني في الفريزر مش هيجراله اي حاجة. تمام. وما بين انك ممكن تجيبي اكياس صغيرة من بتاعة التخزين دي وتعملي كل كيس يدوبك على قد الاكلة بتاعتكو على قد الطاسة. يعني الكيس يعمل رصتين ولا 3 بطاطس وخلاص على كده. تمام. هنا بفتح البطاطس عشان ما تبقاش كل بطاطاية لازقة في اختها. خلاص البطاطس خلاص بعد ما خرجت من التجميد. لو في بطاطاية كده فكيها من اختها. اتأكدي ان البطاطس ما تبقاش لازقة في بعضها وعبيهم بقى في الاكياس بتاعة التخزين دي
بجد الفكرة دي حلوة جدًا. هتطلعي الكيس يا دوبك كده الزيت سخن معايا، يكون سخن جدًا، وبعدين تروحي محمراها في الزيت وهي مجمدة كده، بتطلع معانا في منتهى الجمال، بتطلع معاكِ مقرمشة وجميلة جدًا، والطريقة دي ناجحة واقتصادية بدل ما تجيبي زيت كتير وتقليها نُص قلية، وكده أنتِ بتستخدمي زيت كتير، لكن الطريقة دي حلوة جدًا، بتطلع معانا في منتهى الجمال. تمام. هاعبي بقى البطاطس كلها في الأكياس، وزي ما قُلت لكم لو بطاطساية لازقة في أختها فككيها. تمام كده. وهنا بقى بعد ما عبيتهم كلهم في الأكياس ما شاء الله زي ما إحنا شايفين الصورة بتتكلم عن نفسها، جمال جدًا، تقدري تضيفيهم في الفريزر أكياس على بعضها كده عشان ما ياخدوش معاكِ مساحة. طبعًا الناس اللي بتشتكي من المساحة في الفريزر هتضيفي الأكياس على بعضها كده وتكوني مفرغة الهوا اللي داخل الكيس وتربطيه ربطة صغيرة من ناحية فوق، بس كده. وهتضيفي كل 4 أكياس على بعض كده أو كل 3 أكياس حسب الفريزر بتاعِك ما ياخد معاكِ. شايفين ما شاء الله. جربوا بقى الطريقة دي هتعجبكم أوي، ويلا بينا بقى على التفريزات الجميلة اللي هنكملها غير البطاطس. ولايك من ايديكم الحلوة يا أمارات، لو لسه ناسين اللايك بفكركم باللايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس. النهاردة برضو هنفرز القلقاس والفاصوليا. تعالوا نشوف القلقاس. كلنا متفقين ان القلقاس مش بيتغسل، لكن بتغسليه وهو ني عشان وانتي بتقشريه ما يبقاش بايظ معاكي. وهنا دي فاصوليا بحب اوريها لكم. انا معايا 2 كيلو فاصوليا و2 كيلو قلقاس، القلقاسية عاملة كيلو. تمام كده. شايفين ما شاء الله الفاصوليا بقت جميلة جدا. هناخد بقى القلقاس زي ما هو كده. انا طبعا كنت ضايفاهم في التلاجة بس فعملوا معايا زي مية كده من بخار التلاجة. بقالهم حوالي يومين كده عبال ما افتكرت ان انا افرزهم، مش مفرزاهم في نفس اليوم يعني، بشتريهم يوم السوق وبعدها بيوم او 2 عبال ما افضى ببتدي ان انا اعملهم. اكون محضرة كده طبق وفيه مية، يا اما تاخدي قلقاسية قلقاسية تحت الحنفية وتغسليها لغاية ما تتأكدي ان ما بقاش فيها اي طين ولا اي حاجة من بره. انا هنا بس عشان الكاميرا والتصوير فجبت وعاية فيها مية وبغسلها قدامكم، لكن الافضل انك هتبقي مسيبة الحنفية كده سرسوب مية بسيط وتغسلي قلقاسية قلقاسية لغاية ما تتشال كل الطين اللي فيها خالص والمية تبقى معاكي بيضة. انا هنا غسلتهم مرتين 3 لغاية ما المية بقت بيضة معايا. تمام. وبعد كده بتنشفيهم بقى بفوطة المطبخ. هنا الفاصوليا حبيت اوريها لكم هي كمان بنغسلها هي رخرة وهي قبل التقطيع، بنغسلها ونسيبها تتصفى على مصفى وبعد كده بنبتدي ان احنا نقطعها. تمام كده. هوريكم برضو الفاصوليا بعد ما غسلتها وصفتها ببتدي ان انا اقطعها بالطريقة دي. باخد كده كل كام فاصولياية مع بعض واشيل الاجزاء الغير مرغوب فيها اللي هي البوز بتاع الفاصوليا من فوق ومن الارضية كده بالسكينة اهو هيتشال معايا بكل سهولة. وبعد كده بتاخديهم كده دفعة واحدة مع بعض. لو عندك مقص هيسهل مع عليكي كتير قوي، مقص المطبخ هيقصهم بسرعة البرق. تمام. هتعمليهم بالسكينة زي كده برضو هيتعملوا بسرعة ما شاء الله. تمام كده. تعالوا بقى نشوف القلقاس. انا هنا بس حبيت اوريكم طريقة للفاصوليا عشان انا هعملهم بقى بره الكاميرا عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده. وهنا القلقاس ما شاء الله لما بتقشريه لو لقيتيه عمل عرق معاكي بتجيبي الفوطة على طول تبقى معاكي وتنشفي العرق اللي فيه. وهنا بعد بقى ما خرطت القلقاس وبقى جاهز معايا شايفين ما شاء الله جميل. انا هنا وريتكم بس كام قطعة كده قشرته وكل ما الاقيه طلع عرق معايا بنشفه بالفوطة وخلاص. انا غسلته قبل ما اقشره عشان ما يبقاش متدهول معايا، تبقى القشرة نضيفة وايدك تبقى نضيفة وبيطلع معاكي في منتهى الجمال زي ما انت شايفة. قطعيه بقى مكعبات كده صغيرة بيبقى معانا جميل جدا بالطريقة دي، سهل جدا جدا ما شاء الله. بتبتدي ان انت تقطعيه كده دواير والدواير بتقطعيها صوابع وبعدين بتقطعيها بقى الى مكعبات. هنا خليت لكم كام واحدة بس عشان نشوف مع بعض طريقة التقطيع بتاعة القلقاس بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. تمام. وبكده القلقاس خلصناه. وبعد ما خلصناه زي ما هو كده بقى ولا هنغليه على النار ولا الكلام ده كله،
زي ما هو كده ما شاء الله ما فيهوش ولا نقطة مية. هنبتدي نحضر الأكياس بتاعة التخزين، ولو انت عندك مساحة كافية في الفريزر ممكن ما تعبيش في الأكياس بتاعة التخزين. عارفين اللي هي العلب اللي بيبقى لها غطا بتتباع برضو عند الناس اللي هم بيبيعوا الأكياس وبيبيعوا العلب البلاستيك والورق الفويل والحاجات دي، بتبقى موجودة عندهم. بتجيبي العلب بتاعة حفظ الأكل وتحطيهم جوه العلب أفضل عشان الأكياس بتلزق في الفريزر. تمام كده. فالطريقة دي حلوة. ال2 كيلو عملوا معايا 4 أكياس ما شاء الله. بفرغ الهواء اللي داخل الكيس واربطه من ناحية فوق، وابتدي ان انا افرد القلقاس بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي عشان ما ياخدش معايا برضو مساحة في الفريزر، لان احنا فرزنا حاجات كتير ما شاء الله. هتضيفي ال4 أكياس على بعض بالطريقة دي مش هياخدوا معاكي مساحة في الفريزر تماما، فوق بعض كده مش هياخدوا مساحة، هيبقوا على جنب لوحدهم. تمام كده. يلا يا قمر، لو ناسية اللايك يلا دوسي لايك. تعالوا بقى نفرز الفاصوليا. طبعا انا وريتكم ان انا غسلت الفاصوليا الاول ونشفت ما بقاش فيها اي ميه تماما، وبعد ما اتغسلت وما بقاش فيها اي ميه قطعناها وشفنا مع بعض طريقة التقطيع بتاعتها سهلة جدا. بعد كده بنحضر الاكياس بتاعة التخزين دي وبنضيفها جواها برضو، وبتشيليها في الفريزر وبتطلعيها على الصلصة. والقلقاس هو كمان لما تيجي تطلعيه بعد ما تسقي الشوربة كده وتطلعيه، ما بيتقلبش غير لما ياخد غلوة على النار. تمام. وهنا الفاصوليا ما شاء الله بقت جاهزة معانا هي كمان. ضفتها في اكياس اهي، وتربطي الكيس برضو من ناحية فوق كده وتفرغي الهواء اللي فيه، وتفردي الفاصوليا بالطريقة دي عشان ما تاخدش مساحة معانا في الفريزر، وترصي الاكياس على بعضها كده على جنب في الفريزر عشان ما تاخدش معاكي مساحة. ويا رب بقى الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.